أهلا بيكم في حلقة جديدة من تعديلات مجنونة، السلسلة اللي بنشوف فيها أغرب وأعنف التعديلات على مستوى العالم بس بطريقتنا احنا. أنا محمد حمدي وتعالى نشوف هوس التعديل بيعمل إيه. قبل ما نبدأ ادعمنا وانزل اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه جديد وفعل الجرس وخليك دايما أول واحد يشوف الفيديوهات الجديدة. وما تنساش إن مهما الأصوات اللي حواليك بقت مزعجة صوت المحرك هو اللي بيطمن قلبك. وبالمناسبة قول لي إيه أكتر صوت محرك بيريحك لما بتسمعه؟ وده سؤال حلقة النهاردة، والحلقة اللي جاية هنشوف إيه المحرك اللي هيكسب اللقب ده. ويلا بينا نبدأ. في البداية الحلقة دي من ويستن، والنهارده هيكون معانا تعديل بوليس كار من دوج تشارجر. دي بتكون سيارة الدوج تشارجر اللي معانا، بس خلينا نقول حاجة في الأول، العربية دي بقالها 3 سنين ما اتلمستش، بس المذهل إن النهارده عندنا حاجة مجنونة جدا عشان معانا كيت توين تيربو، وكمان معانا محرك V8 426 من هيمي، وكل حاجة محتاجينها عشان نخلي العربية دي سيارة دراج ريس قوية جدا. بس المشكلة إن العربية دي اتثبت لمدة سنتين أو أكتر، وطبعا زي ما انتم شايفين الأعشاب بقت موجودة جواها. فعلى طول اول حاجه هيعملها هيبدا نركب الكاوتشات الخلفيه عشان يرفع السياره وينقلها للجراج، فبيبدا انه يجيب الرافعه الشوكيه عشان يرفع بيها العربيه وينقلها للجراج. لكنه بيخبط حاجه في العربيه وما بنبقاش عارفين ايه هي، بس مش مشكله لان دي مش اول مره تحصل المشكله دي. فبيكمل عادي وبياخدها يدخلها للجراج. فاول حاجه بيعملها بيبدا انه يرفع العربيه عشان يشيك على العربيه من تحت ويتاكد ان كل حاجه فيها تمام. وهنا هو بيخطط انه هيخلص العربيه دي في شهر، وده تحدي كبير لانه عاوز يحول العربيه من دفع خلفي بس لدفع رباعي. طبعا التحول ده هيكون كويس جدا على العربيه دراج ريس، بس خلونا نشوف ايه اللي هيحصل، لان عشان تحول الدوج تشارجر لدفع رباعي دي عمليه صعبه جدا. فعلى طول بيبدا انه يجمع كل الاجزاء اللي هيحتاجها في العمليه دي، وكمان بعض الاكسسوارات الاضافيه. لكن من اهم الحاجات اللي هو محتاجها فعلا خزان الوقود، وده لان العربيه ما كانش فيها خزان وقود اصلا. بس بيلاقي اول مشكله بتقابله قدامه هي علبه الفيوز، لان بيلاقيها بايظه ومتضرره جدا. فبعد كده هيضطر انه يدخل في متاهه كبيره، وهنعرف بعد كده ايه اللي هيحصل. لكن سيبك من كل المشاكل دي لان الحلو وصل. محرك V8 426 هيمي عليه كيت توين تيربو معمول خصيصا لسياره الدوج تشارجر. المنظر ده احنا مش بنشوفه غير في سيارات الدراج ريس بس، فهنا باين قوي ان مفيش هزار. لكن المحرك كان على الحاله دي من 3 شهور بس، لان دلوقتي كيت التوين تيربو اتشال عشان هيتم تركيب المحرك الاول، بعد كده نركب التوين تيربو كيت. وطبعا المحرك اكيد مش هيشتغل لوحده لانه محتاج شويه حاجات زي مضخه الوقود وغيرها. وخليني اقول لك ان خد التوين تيربو وعدلهم عشان العربيه تبقى ستيج 4، وكمان اشترى فرامل جديده للسياره عشان يقدر يوقف الوحش ده. المحرك ده لوحده بدون التيربو كيت بيعمل 650 حصان، وده رقم مجنون جدا. فبعد كده هيبدا بتجميع هيدرز المحرك، وكمان هيركب تانك الزيت في المحرك. فبعد كده بيخرج عشان يدور على قواعد المحرك لان دي اكتر حاجه بتعمل مشكله معاه. فبيبدا انه يدور عليها في الورشه القديمه، وفي الاخر بيلاقيها وبياخدها ويرجع تاني على الورشه. ولما بيرجع الورشه بيلاقي مفاجاه، بيلاقي الفرونت ديفرنشال موجود، وده اللي هيحول العربيه من نظام الدفع الخلفي لنظام الدفع الرباعي. وطبعا زي ما قلنا ده هيكون كويس جدا لسياره الدراج ريس لان الدفع الرباعي بيوزع قوه المحرك على الاربع عجلات، فبالتالي العربيه مش بتفرك وبتفضل متماسكه بالارض وبتنطلق بسرعه جدا. فياخده يثبته مكانه تحت تانك الزيت، وبعد كده ياخد المحرك ويثبته مكانه في العربيه. طبعا المحرك بيتركب معاه بكل سهوله، وده شيء غريب جدا عليه لانه كل مره لازم يلاقي مشكله اثناء تركيب المحرك. وبعد كده بيجيب الترانسميشن اللي هو نقل الحركه عشان يركبه مكانه، لكنه بيواجه مشكله كبيره ان نقل الحركه ده اصلا بياخد حجم كبير، وكمان مع وجود الفرونت ديفرنشال فالدنيا هتبقى ضيقه جدا، وبالتالي هنا هيكون في تحدي كبير قوي عشان يقدر يركب كل ده في المكان الصغير. فقبل ما بيعمل الكلام ده بيرجع شويه لورا، وبالتحديد عند الجزء الخلفي للسياره. وهنا بنعرف ان الصف فريم الخلفي المتركب في السياره مش بتاعها، ده بتاع سياره تانية. فبالتالي دلوقتي هيبدا انه ينزل الصف فريم ده ويجيب الصف فريم الاصلي بتاع السياره ويركبه مكانه. بعد كده هيبدا يرفع الترانسميشن عشان يركبه. ودلوقتي هننتقل لمرحله تركيب التوين تيربو. دي بتكون التربوهات العملاقه اللي هو هيستخدمها. ففي البدايه بيبدا انه يثبت التربوهات مكانها، وبعد كده بيبدا انه يجهز الانتيك عشان يركبه. وخلينا نعرف الانتيك ده بيشتغل ازاي. اول حاجه بيكون فيه الجزء السفلي، وده اللي بيدخل هواء مباشره للمحرك، وفوقه بيكون الانتيك اللي هو المبرد، وده عشان يبرد الهواء قبل ما يدخل للمحرك. وفوق خالص بتتركب القطعه دي، ودي القطعه اللي بتستقبل الهواء اللي جاي من التربوهات، وكده الهواء هيتجمع ويدخل السندراب بسرعه، وكمان هيكون بارد، وده اللي هيدي قوه اكبر. فعلى طول اول حاجه بيبدا يركبها هو الجزء السفلي، وبيكون متركب فوقها الانتيك. وهنا بيجيب المجمع وبيركبه مكانه، وده اسم المجمع عشان هو بيجمع الهواء اللي جاي من التربوهات. وده بيكون شكل التوين تيربو سيستم النهائي. الحقيقه ان شكله جميل جدا، قليل قوي لما بلاقي حد عامل فيديوز عن تركيب التوين تيربو بالشكل ده. انا متحمس جدا عشان اشوف العربيه وهي شغاله. فعلى طول خلينا نكمل. بعد كده بتجيب خزان الوقود،
وبيبدأ إنه يرفعه عشان يركبه مكانه، وللأسف بيتركب بصعوبة جدا لكنه في الآخر بيركب. فاكرين في الأول لما قلت لكم إن علبة الفيوزات كان فيها مشكلة؟ أهو دلوقتي بقى هنعرف إيه المشكلة. العربية الكهرباء فاصلة فيها من ساعة ما اتركنت، ولحد دلوقتي حتى الإزاز مش راضي يتحرك. فهنا في واحد نزل تحت تابلوه العربية بيحاول يحل المشكلة دي، لكن برضه للأسف مفيش أي استجابة. فمش بيلاقوا غير حل واحد بس، إنهم يفكوا كل حاجة موجودة في العربية ليها علاقة بالكهرباء عشان هيعملوا سيستم الكهرباء كله من البداية. لكن طبعا هيركبوا كل الحاجات المفيدة بس. فبيبدأوا إنهم يشيلوا دواخل العربية، وكمان بيشيلوا الداشبورد. طبعا بعد ما صلح الكهرباء اللي كانت موجودة في الداشبورد، هيبدأ إنه يرجع الداشبورد تاني مكانها وهيركبها، وبيجيب كمبيوتر العربية عشان يركبه، وبيبدأ إنه يشد الأسلاك لكل مكان في العربية. فاثناء ما هو سايب واحد بيركب بقيه الكهرباء في السياره، هيبدا ان هو يشتغل على مضخات الوقود. فهنا هو هيجيب مضختين وقود عشان هيعمل نظام توصيل من التانك للمحرك، وكمان هيعمل نظام راجع من المحرك للتانك، وده هيستخدمه عشان لو حصل اي مشكله ما يحصلش انفجار. فقبل ما يبدا يشتغل بيلاحظ مشكله، ان فتحه الرجع بتاعه الزيت اللي موجوده في غطا التكيهات مكانها مش مظبوط. فبيبدا انه يشيل غطا التكيهات ويخرم فيه مكان الفتحه الجديده، وبيشيل المخرج القديم وبيبدا انه يلحمه في مكانه الجديد، وطبعا بيقفل الثقب القديم، وده بيكون شكلها النهائي. وبكده بتكون المشكله دي اتحلت. فبعد كده هيبدا انه يجيب عربيه دوج تشارجر قديمه وياخد منها محول العزم اللي هو التورك كونفرتر، والمفروض انه بكده هيحل المشكله اللي في نقل السرعات. فبيبدا انه يفك الدرايف شيفت في العربيه، وبعد كده بينزل نقل الحركه وبياخد منه التورك كونفرتر ويركنه على جنب لان ده هيتركب في النهايه. فبيبدا انه يرجع للمحرك عشان يفنشه ويركب باقي القطع اللي كانت محتاجه تتركب، وكمان بيركب عمود ناقل الحركه، وكمان بيعبي سائل التبريد. فقبل ما يشغل العربيه هيبدا انه يتست ضغط الوقود، لكنه اثناء التجربه بيسمع اصوات غريبه جدا. Okay, do it again. لكنه في النهاية بيلاقي إن الضغط تمام ومفيش فيه أي مشاكل، فعلى طول هيبدأ إنه يشغل المحرك، لكنه في البداية مش بيشتغل. فعادي هيبدأ إنه يجرب مرة كمان ويشوف. وفعلا المحرك بيشتغل، وده لوحده بيكون انجاز عظيم. وكمان بيبدا انه يشيك على ضغط الوقود والحراره، وكل حاجه بتكون طبيعيه، وده مؤشر كويس جدا. وبكده بيكون المحرك يشتغل لاول مره. بس مش معنى ان المحرك يشتغل يبقى كده خلاص، لا، لسه في شغل تاني. دلوقتي في مشكله صغيره، ان المحرك اللي معانا ده بيكون ليه عصايتين مقياس زيت، لكن اللي موجود معاه دلوقتي هي عصايه واحده. فبالتالي لما بيشغل المحرك الفتحه التانيه بتبدا انها ترش زيت على المحرك من بره، فبيحل المشكله دي وبيسدها. وبعد كده بيرجع يشغل المحرك تاني وبيسيبه شغال لفتره، وبيبص على الحراره وبيلاقيها طبيعيه. فبيبدا انه يعبي العربيه بالوقود، وهنا هو بيحط بنزين 92 عادي لانه حاليا مش داخل سباق، هو بس بيتست. وتعالوا نسمع شويه طرب. فبعد كده هيبدأ إنه ياخد العربية ويطلع بيها بره، ولحد دلوقتي العربية شغالة كويس ومفيش فيها أي مشاكل، ودرجة الحرارة كويسة. فياخدها ويطلع بيها على الداينو عشان يدوس ويشوف العربية هتعمل كام حصان. والحقيقة العربية شكلها جميل جدا. أنا عايزكم بس تتفرجوا على التفاصيل دي. ودلوقتي هيبدأ يدوس أول دوسة، ويلا بينا نتفرج. العربية صوتها جامد جدا. على كل ده بقى فيه مفاجأة، والحقيقة أنا ما كنتش متوقع كده خالص. العربية بتعمل 850 حصان بس، وده رقم قد يبدو قليل في عالم الأحصنة، بس لازم تحط في اعتبارك إن العربية لسه في البداية، دي أول دوسة بس، لسه العربية ما اتونتش ولا اتقفلت. فبعد كده بيبدأ إنه يعمل كونكتنج بكمبيوتر العربية عشان يشوف التيربو عمل بوست قد إيه. فبيلاقي إن ضغط التربوهات كان 10.6 بي اس اي، وده رقم كبير جدا. فبيفكر إنه يزود البوست شوية، بس بعد كده رجع في كلامه عشان المحرك ما يحصلش فيه أي مشكلة، لان المحرك لحد دلوقتي يفضل شغال، فده مؤشر كويس. فبيقرر انه يزود البوست بنسبه 15% بس، ودي نسبه صغيره لكنها تفرق كتير قوي، لان بكده هتبقى العربيه بتطلع 1000 حصان، وبكده هيكون في تحسن ملحوظ. فعلى طول بدون تفكير هياخد العربيه يطلع بيها بره، وهيدوس شويه. دي بس دوسه صغيره، لان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل في الاخر. وبعد ما لف شويه في المدينه خلاص هيبدا ياخد العربيه ينقلها. وهنا بقى بتيجي المفاجاه الكبيره، انه قرر انه يعمل بيرن اوت على الونش وهو بيتحرك، ودي حاجه مجنونه جدا. فعلى طول هيبدا انه يدوس، وتعالوا نتفرج.
حقيقي المنظر ده مجنون جدا، الطريق بقى كله دخان بشكل غير طبيعي، ده غير كمان ان الدخان دخل في مقصورة القيادة لدرجة انه ما كانش قادر يتنفس. كاوتشات السيارة اتحرقت بشكل غير طبيعي، العربية قوية جدا لدرجة ان هو بيدوس وصل للغير التالت، وده اللي خلى العربية تطلع دخان بشكل غير طبيعي. وبكده خلاص بيكون الفيديو خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك الجميل وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجاية اول باول، وسيب لي رايك في الكومنتات، عايز اعرف ايه اكتر حاجة بتشد انتباهك، او حتى لو عندك فكرة الحلقات اللي جاية. وما تنساش ان مهما الاصوات اللي حواليك بقت مزعجة، صوت المحرك هو اللي بيطمن قلبك. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.